السلام عليكم متابعينا الكرام. اليوم رح نحكي عن اللاعبين منتخب سوريا، في أي أندية بيلعبوا، قديش أعمارهم، وشو قدموا في مباراة أمام المنتخب الهندي. ورح نحكي كمان آخر الأخبار اللي صارت خلال يومين بعد تأهل التاريخي لمنتخب سوريا للدور 16. شو اللي صار، تطورات خلال هاي اليومين. تابعوا معنا التفاصيل لحتى تشوفوا الأندية والأعمار اللاعبين منتخب سوريا. حارس منتخب سوريا الأول هو أحمد مدنية، الطول 180، بيلعب بنادي جبلة، عمره 34 سنة. كان تقييمه بمباراة الهند 7.1، وكان هو بيستاهل تقييم أكثر من هيك، كونه كان حارس جيد في هاي المباراة، ولكن كانت عنده شوية هفوات، وكانت واحدة منهم قاتلة رح ناكل منها الجول، بس الحمد لله الله ستر. أيهم أوسو رقم 2 بالمنتخب السوري، يلي لقبوه الجمهور السوري قلب الأسد للمنتخب السوري. بيلعب بالدوري السويدي اللي بيحتل الدرجة الثالثة، اللي هو بيكي هاكين. وهذا الفريق حتى مشارك بالدوري الأوروبي، بالدوري الأوروبي، وخسر صراحة وطلعوا من المجموعة. كان متصدر المجموعة اللي هو موجود فيها باير ليفركوزن الألماني. أيهم أوسو حصل على 6.9 تقييم بالمباراة، ولكنه حصل على هذا التقييم لأنه ما كان في ضغط كثير على المنتخب السوري. ولكن أيهم أوسو جد قلب الأسد للمنتخب السوري، استحواذ، قوة بدنية، سيطرة على الكرة، كنترول، ارتقاءات، ولما يستلم الطابة بيصنع لك هجمات. أول ما يستلمها بتشوفه بتحسه أروخو برشلونة، عنده فوتات، عنده حلوة. أيهم أوسو صنع كثير للمنتخب السوري بالمباراة الأخيرة مع المنتخب الهندي. عبد الرحمن ويس يلي دخل كل قلوب السوريين كلهم. عبد الرحمن ويس عمره 25 سنة، لذلك بإذن الله راح تشوفوا لقدام كثير لعبد الرحمن ويس. عبد الرحمن ويس رقمه 24، بيلعب ظهير يمين بالدفاع السوري. النادي تبعه كاليسيا اليوناني، متصدر دوري ب 33 نقطة. عبد الرحمن ويس حصل على 6.5 بالمباراة، لكن هذا التقييم كله عبارة عن إحصائيات وأرقام. ولكن عبد الرحمن ويس أثبت لكل السوريين ولكأس آسيا ولكل المحللين أنه لاعب مجتهد وقوي وبيصنع الفارق. سائر كروما قلب الدفاع السوري، رقمه 13، عمره 33 سنة، بيلعب بنادي الفتوة يلي هو متألق حاليا الفتوة بالدوري السوري. سائر كروما حصل على 6.7 في التقييم بالأرقام والإحصائيات، لكن سائر كروما بالمباراتين السابقتين كان أفضل، وسائر كروما أثبت أنه بيستاهل هذا المركز حاليا بجنب أيهم أوسو. مؤيد العجان 30 سنة، رقمه 3 بمنتخب سوريا، بيلعب ظهير شمال. مؤيد العجان حصل على 7.1 كتقييم في المباراة، وكان لاعب مؤثر ودفاعه جيد. مؤيد العجان المباراة الأخيرة لعب فيها أفضل من المباراتين السابقتين. مؤيد العجان بيلعب بنادي الجيش السوري، وكان جدا جيد استدعائه باللحظات الأخيرة لمؤيد عجان، لأنه المركز تبعه كان يمكن لحد الآن بتوقع هو الأفضل. محمود الأسود يلي حكيت لكم عنه قبل ما يدخل لكأس آسيا انه هذا اللاعب مؤثر وراح يكون جيد. محمود الأسود عمره لسه 21 سنة، بيلعب بنادي الكرامة، حصل على تقييم 6.9 بالمباراة، مع انه هذا تقييم الاحصائيات والارقام. مع انه محمود الأسود كان مؤثر جدا، هو كان له فضل بالتمريرات خلال الهدف الأول اللي تسجل على المنتخب الهندي. محمود الأسود ينقصه بس السرعة حتى يكون لاعب خارق. خليل إلياس قلب الوسط للمنتخب السوري، عمره 27 سنة، كان يلعب سان لورينزو الأرجنتيني، انتقل لجوهور الماليزي. انت يمكن لما تسمع ماليزي بتفكر شيء قليل. جوهور الماليزي يلي بيلعب بالدوري الماليزي هو على طول متواجد بدوري ابطال اوروبا ونتائجه حلوه، وبالدوري الماليزي لعبان 26 مباراه، عنده 76 نقطه،
يعني فايز 25 متعادل مباراة واحدة، جمهور فريق كبير ومحترم. خليل الياس رقم 18 بالمنتخب السوري، بيلعب وسط ارتكاز. خليل الياس حصل على 7.5 كتقييم بالمباراة، وكان نجم المباراة بكل معنى الكلمة، وخاصة بالشوط الثاني. خليل الياس مكسب للكرة السورية. إيزاكيل العم لاعب منتخب سوريا في قلب الوسط، اللي هو بيلعب وسط ارتكاز مثله مثل خليل الياس، نفس الشيء اثنيناتهم بيقدموا. اي واحد فيهم المدرب يختار يقدم او ياخر، اثنيناتهم بيأدوا مهام سواء دفاعيه او هجوميه. ايزاكيل العم بيلعب بالدوري الارجنتيني بنادي اسمه اندبنت بالدرجه الثانيه، ولكنه نادي جيد جدا وبيتأهل للدرجة الأولى قريبا إن شاء الله، لأنه متصدر تقريبا مجموعته. إيزاكيل العم عمره 29 سنة، حصل على تقييم 7.0، تقييم جيد بالنسبة لخط وسط. إيزاكيل العم كان مؤثر جدا خلال 3 مباريات الماضية، وكان لاعب يعني هادي جدا، كنترول وتسليم ممتاز، وراح نستفيد منه للأيام القادمة بإذن الله. عمار رمضان 23 سنة، بيلعب جناح أيسر للمنتخب السوري، بيلعب بالدوري السلوفاكي اللي بيلعب مع النادي اللي ترتيبه 5 اسمه دونايسكا. عمار رمضان حصل على تقييم 7.3، وكان ممتاز جدا ومكسب للكرة السورية، وخاصة هو عمره لسه 23 سنة، لسه راح تشوفوه كثير وراح يقدم الأفضل إن شاء الله. إبراهيم هيسار العمر 30 سنة، حصل على أعلى تقييم في المباراة اللي هي 8.4، هو اللي صنع الهدف للكابتن عمر خريبين. إبراهيم هيسار بيلعب بالدوري الأرجنتيني مع فريق اسمه بلغرانو. هذا بلغرانو من آخر مباراة لعب فيها خسر 2-1 بصعوبة مع ريفل بليت الأرجنتيني المشهور يلي جماهير الأرجنتين كلها تعرفه. إبراهيم هيسار هو مكسب كبير للكرة السورية، عمره 30 سنة، مع الأسف إجا متأخر. نحن كنا محتاجين مثل لاعب مثل إبراهيم هيسار يلي عم يحرق الملعب حرق بالطول وبالعرض بكل مكان عم تشوفه فيه. الرقم 11 بابلو صباغ قلب الهجوم للمنتخب السوري، بيلعب بالدوري البيروفي بأليانس ليما، عمره 26 سنة، حصل على تقييم 6.6. بابلو صباغ كان أداؤه جيد، لكن ما سبحان الله ما توفق، ما قدر يستغل الهجمات. اجته كم هجمة قدام المنتخب الهندي ما قدر يسجلهم، لذلك الشعب السوري كان متأمل منه أكثر، لكن لسه نحن عندنا أمل كبير ببابلو صباغ، وإن شاء الله القادم رح يكون أجمل بالنسبة له ولنا. عمر خريبين الرقم 7، مخصص لك هذا الرقم 7 يا كابتن. العمر 30 سنة، بيلعب بالنادي الوحدة الإماراتي، صاحب الهدف الوحيد للمنتخب السوري، حصل على تقييم 7.4، ولولا ما كنا قدرنا فزنا الصراحة. خلال يومين الماضيين الأخبار عم تتواتر وتتطور الأحداث، وأخبار حلوة عم توصلنا. ليش؟ لأنه المنتخب السوري أثبت حاله ووصل للدور 16، تاريخي يا سوريا. الكابتن عمر السومة تراجع عن قراره عبر قناة الكابتن، وقال أنا تحت تصرف القيادة الرياضية في المنتخب السوري والاتحاد العربي السوري. الكابتن عمر السومة حكى عبر القناة انه هو كان غلطان وساعة غضب، وتصرفه كان عبارة عن عصبية أثر من خلال الغضب. ولكن أنا شخصيا كنت بعرف أشياء عن كابتن عمر السومة ما حبيت أحكيها مباشر حتى ما توصل أخبار والكابتن عمر السومة يزعل منا. بالنهاية نحن عشاق الكابتن عمر السومة لأنه هو خدم المنتخب وما قصر، فهو عرف غلطه وتراجع عنه، ومو غلط الواحد يعترف بغلطه، لكن الغلط انك تستمر فيه. الخبر الثاني الحلو يلي هو عن المنتخب الايراني. المنتخب الايراني الظهير الايمن المحرمي انصاب بالمباراة الماضية مع الامارات بالدقيقة 45 وطلع مصاب، فالمباراة الجاية بعتقد ما راح يلعب. اما بالنسبة لقلب الدفاع الايراني الصخرة الكنعاني اكل بطاقتين صفراء، وبعتقد بالدور الثاني ما راح يلعب، راح ينحرم مباراة. لكن نحن ما بهمنا هاي
الاصابات، لانه المنتخب الايراني يملك عناصر وجوده في الدوري الايراني، وعنده محترفين بكل مكان. لذلك نحن لازم نلعب وما نفكر بهاي الاشياء، لانه طارمي وازمون هدول نقطة التحول والهجوم القوي للمنتخب الايراني. مثل ما شفنا مباراة الامارات، ازمون صنع، الطارمي سجل، الطارمي صنع، ازمون سجل، وفازوا 2-1، حتى كان سجلوا اكثر، لكن صار في تسللات واشياء. لكن هذا لا يمنع انه المنتخب السوري اصبح قوي، اخذ نفس، صار يعرف انه صار عنده ثقة يعني. ولازم نفوز على المنتخب الايراني ونكسر هاي القاعدة يلي اسمها المنتخب الايراني هو عقدتنا. رح اكتفي اليوم بالفيديو، عندي كتير اشياء بدي احكي فيها ان شاء الله بفيديوهات قادمة ومهمة كتير عن المحترفين اللي ما شفناهم لهلا، اللي بده يجوا وشو اخبارهم، اي انديه بيلعبوا، اسمائهم، اعمارهم، كل شيء رح احكي فيه. وفي اخبار كثير رح نحكي فيها عن تصفيات كاس العالم الجايه. اليوم نكتفي بهذا الفيديو، وبشوفكم بخير وسعاده، وفيديو جديد نلتقي ان شاء الله. سلام.